وبركاته. أحبابي في الله، متتبعين مدونة محترفي النت اثنان، أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. إن شاء الله في هذا الفيديو سأريكم طريقة مشاهدة جميع المواقع من دون الحاجة إلى الإنترنت، وذلك عبر برنامج أوفلاين إكسبلورر. إذا سوف نقوم بتحميل هذا البرنامج عبر الرابط الذي ستجدونه أسفل الفيديو. هنا سوف نقوم بالضغط على داونلود. إذا بعد تحميل البرنامج سوف تقوم بتثبيته بالطريقة العادية، فهو بسيط جدا في التثبيت. إذا هذه هي واجهة البرنامج. بعد ذلك سوف نقوم بالضغط هنا على نوفو بروجي، ثم هنا سوف نقوم بكتابة أي شيء نريد. مثلا سأقوم بكتابة نت برو 4، ثم هنا سوف نقوم بكتابة الموقع الذي نريد رفعه على هذا البرنامج. سأقوم بكتابة مدونتنا الخاصة، ثم هنا ستقوم باختيار الصفحات التي تريد تحميلها على هذا البرنامج. سأقوم باختيار مثلا 10 صفحات، ثم تأكد من وجود العلم على جميع هذه الخانات لتحميل أيضا الفيديوهات والصور وأيضا الأوديو. ثم نقوم بالضغط على أبليكي ثم أوكي. أنا قمت بتحميل هذا الموقع من قبل لأنه يتطلب بعض الوقت للتحميل. قمت بتحميل لاستغلال الوقت. إذا كما تشاهدون أحبابي في الله، هذه هي المدونة الخاصة بنا والتي قمت بتحميلها. هنا كما تشاهدون يمكنك الدخول إلى جميع هذه الأقسام وبدون الإنترنت. سوف أقوم بعمل ديكونكتي للشبكة، وأقوم بعمل أكتواليزي لهذه الصفحة للبرنامج. وكما تشاهدون أحبابي في الله تعمل بدون إنترنت، وهكذا يمكنك تصفح جميع المواقع بدون إنترنت. إذا أعجبتك الحلقة فلا تنسى الضغط على زر لايك وأيضا مشاركة ليستفيد الكل. ولا تنسى دائما زيارة مدونتنا محترفي النت 2، وأيضا الالتحاق بقناتي. ولا تنسى الضغط على زر سبسكرايب، فهذه القناة الثانية لميديتيوب. إذا نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله.